المباراة كنت كنقول انا 50-50. علاش؟ من واحد الناحيه لان الفريقين كان الرجاء بدا بدايه متعثره في اول السنه، وكان كما هضرنا عليه بزاف ديال المرات هنايا بانه تطور من المقابله ديال بكره. فريق الوداد الرياضي حتى هو طري نفس المشكل، كان عنده مشكل ملي جا غاريدو بانت شويه ديال النتائج اللي كانت مزيانه، ولكن ما رافق الديربي قبل وما رافق الديربي في المقابله هي بان كانت هذه السنه هذا كان فريد وبعد كان فريد من النوع ديالو، لان الديربي بدا ببلاغات، حتى شفنا حتى المنخرطين ولاو كيديروا بلاغات مثلا في الديربيات. ما كاينش التسويق ديال مثلا هذا الديربي اللي كنهضروا عليه من احسن الديربيات اللي كيقولوا 10 في العالم، ما بانش في البدايه ديالو وفي المقابله بان بانه الديربي ما رقاش لديك الجوده مثلا ديال التكتيكيه اللي كنا كننتظروا مثلا فريقين، ولكن كيبان بان فريق الرجاء كان احسن من فريق الوداد وتحكم في المقابله. لكن المشكل اللي كان اكبر واللي خلى بان كانت بانت اخطاء اللي هي تحكيميه هو المشكل ديال بان اللاعبين دخلوا مشحونين. علاش؟ دوك المشاكل اللي كانوا قبل الديربي، دوك البلاغات وداك واش لعبوا بلا جمهور لعبوا بلا جمهور، ديال المشكل ديال التذاكر. شوف، هو تقدير الحكم بس هي متعمده. هو كان عاوز انا هدخل في دماغ اللعيب، ودي دي لعبه. ما انت مش لاعب محترف في دوريات كبيره يعني. كان راموس بيعملها بس بيعملها بذكاء يعني قبل ما الكره تيجي خالص يعني انت عاوز تخلي المهاجم يشوش على المهاجم، ولكن انت اصلا انت مش ناقص طول يعني. انت بسم الله ما شاء الله يعني. فانا انا يعني انا لاخر درجه ما شكيت ان هو ممكن يكون ضرب جزاء، ان يعني مش معقول في دماغي ان هو يعني بالزجاجه دي سوء تقدير للمدافع، او انا بحطها تحت خط. دي مش مركز يعني. فرحان ما كانش مركز في المباراه. السلام عليكم اصدقاء، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الناوي ميديا. نتمنى انكم تكونوا بخير الاصدقاء، نتمنى انكم تكونوا في صحه جيده وفي افضل احوالكم. اصدقاء، كما شاهدتم معنا في الانترو، فيديو جديد، فيديو يستحق انكم تشاهدوه، فيديو رائع جدا اصدقاء. باش ما نطولش عليكم اخوتي، نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في النهايه. في المحور الأول مشاهدينا الكرام من حلقة اليوم سنخصصه بالكامل للحديث عن لقاء الديربي بين فريقي الرجاء والوداد الرياضيين، الديربي الذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، مع كثرة التساؤلات، المباراة التي أثارت العديد من الجدل. في المحور الثاني مشاهدينا الكرام من حلقة اليوم سنسلط الضوء على قرعة مسابقة دوري أبطال إفريقيا وأيضا كأس الاتحاد الإفريقي، وتدوينة مثيرة للجدل سنختم بها هذا عدد اليوم لها علاقة بما حصل يوم أمس في لقاء الديربي بين فريقين الرجاء وفريق الوداد الرياضي البيضاوي. كل هذه المحاور وأخرى سنناقشها رفقة الضيوف الكرام في الاستوديو. أبدأ بالترحيب من اليمين كالعادة مع المحلل الرياضي سي مصطفى صدقي، حاضر معنا في القديم. سي مصطفى مرحبا بك. اهلا بك، تحيه لك وتحيه للطاقم التقني السهر على البرنامج وتحيه للضيوف ديالك. مرحبا. ويسعدنا ايضا مشاهدينا الكرام ان ارحب بسي عزيز عبد العظيم المحلل الرياضي المصري اللي حاضر معنا في الحلقه اليوم. سي محمود محفوظ. اهلا بك يا رضوان، وسعيد جدا اكون مع الاطار الوطني مصطفى، وان شاء الله تكون حلقه ممتعه ان شاء الله بحول الله. اذا الديربي بين فريقي الرجاء والوداد هو العنوان الرئيسي في المحور الاول من حلقه اليوم. طيب سي عبد العظيم وسي مصطفى، ربما بدينا الحلقه ساعات قبل ما ندخلوا للاستوديو، شنو وقع بالضبط البارح في المباراه ديال الديربي بين فريقي الرجاء وفريق الوداد الرياضي البيضاوي؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال سي مصطفى، اولا واش كنت متوقع ان النتيجه ديال المباراه بين الغريمين غتنتهي بالتعادل، بالتعادل الايجابي هدفين في كل شوط؟ لا، المباراه كنت كنقول انا 50-50. علاش؟ من واحد الناحيه لان الفريقين كان الرجاء بدا بدايه متعثره في اول السنه، وكان كما هضرنا عليه بزاف ديال المرات هنايا بانه تطور من المقابله ديال فريق الوداد الرياضي حتى هو طري نفس المشكل. كان عنده مشكل ملي جا غاريدو بانت شويه ديال النتائج اللي كانت مزيانه، ولكن ما رافق الديربي قبل وما رافق الديربي في المقابله هي بان كانت هذه السنه هذا كان وبعد كان فريد من النوع ديالو، لان الديربي بدا ببلاغات،
شفنا حتى المنخرطين اللي بداو كيديروا بلاغات مثلا في الديربيات، ما كاينش التسويق ديال مثلا هاد الديربي كنهضروا عليه من احسن الديربيات اللي كيقولوا 10 في العالم، ما بانش في البدايه ديالو وفي المقابله بان بانه الديربي ما رقاش ديك الجوده مثلا ديال التكتيكيه اللي كنا كننتظروا مثلا فريق، ولكن كيبان بان فريق الرجاء كان احسن من فريق الوداد وتحكم في المقابله. لكن المشكل اللي كان اكبر واللي خلى بان كانت بانت اخطاء اللي هي تكتيكيه هو المشكل ديال بان اللاعبين دخلوا مشحونين. علاش؟ دوك المشاكل اللي كانوا قبل الديربي، دوك البلاغات وداك واش لعبوا بلا جمهور، لعبوا بلا جمهور، ديال المشكل ديال التذاكر اجريه قبل اوانها سيدي. اجريه قبل الاواني. اللاعبين اللي شفنا في الربع ساعه الاولى ما تنسلعوا الحده اللي كانت والتدخلات اللي كانت تقريبا كانت فيها شويه ديال العنف. اربك الحكم خلق ليه واحد المشكل، والحكم ما بغاش، كيبان بانه ما بغاش يخرج بطاقات حمراء مثلا في الاول ديال المقابله باش ما يخسرش بس وحتى الماتش باش يمشي. لان علاش؟ الا بانت ديك الحده كون زاد هو ضغط كانت غتكون حده اكثر، كانت غادي تخرج المقابله اكفس من ربما ذاك السيناريو اللي تعطى. ولكن كانت اخطاء اللي هي تحكيميه وفي التقطيع غادي نرجعوا مازال ان شاء الله مازال غنوصلوا. نعم مازال غنوصلوا للنقاش. سي عزيز عبد العظيم، لقاءات ديال الديربي دائما سواء رجاء وداد او مثلا الاهلي والزمالك كتلعب على جزئيات بسيطه وكتكون مباراه اللي حساسه وحساسه جدا. واش لمستي ربما ذاك القوه وديك النديه كيف قال سي مصطفى خصوصا في اللقاء ديال الديربي الغيمين الرجاء والوداد؟ رضوان، شوف، يبقى الرجاء هو الرجاء والوداد هو الوداد. يعني اي مباراه بينهم هتكون فيها حماس وفيها قوه وفيها منافسه قويه جدا، ولكن هو فين دور المدربين في الملعب؟ انا شفت الرجاء دخل في المباراه بعد دقيقه 17. الوداد كان في الاول ماسك الكوره على استحياء، ما فيش الا هي ضربه راسيه في الاول ورد عليها الرجاء. لما جه ضربه الجزاء اللي غيرت الماتش وغيرت حميه وتيره المباراه، هنا نقطه التحول في المباراه. نقطه التحول هو خطا الفادح بتاع فرحان. يعني انا بستغرب، يعني في علامه استعجاب لاعب دولي ولاعب في نادي كبير يعمل خطا وكررها مرتين. غنتوقفوا هنا سي محمد وغنشوفوا اللقطه جميع ديال اللي كان كيتكلم عليها ايضا سي عزيز او عزيز عبد العظيم، هي اللقطه الاولى ديال ضربه الجزاء ديال فريق رجاء الرياضي البيضاوي. وهنا كنشوفوا اللقطه سي عزيز، هنا الاعلان عن ضربه الجزاء، ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه هل هذه ضربه الجزاء كيستحق فيها فقط بطاقه صفراء؟ لأن الجماهير ديال فريق الرجاء واللاعبين يطالبون بطرد اللاعب فرحان وليس تلقيه فقط للبطاقه الصفراء. هنا كنشوفوا اللقطه. تفضل سامي. شوف، هو تقدير الحكم بس هي متعمده. هو كان عاوز انا هدخل في دماغ اللعيب، ودي دي لعبه. انت مش لاعب محترف في دوريات كبيره. يعني كان راموس بيعملها بس بيعملها بذكاء، يعني قبل ما الكره تيجي خالص. يعني انت عاوز تخلي المهاجم يشوش على المهاجم، ولكن انت اصلا انت مش ناقص طول. يعني انت بسم الله ما شاء الله. يعني انا لاخر درجه ما شكيت ان هو ممكن يكون ضربه جزاء. يعني مش معقول في دماغي ان هو يعني باللزاجه دي سوء تقدير او انا بحطها تحت خط. دي مش مركز. يعني فرحان ما كانش مركز في المباراه. لو مركز في المباراه مستحيل يعمل حاجه زي دي، مستحيل. لو اي لاعب عمره ما هيعملها. ولكن هو تقدير الحكم في دوريات ثانيه هياخد طرد. مشاهدينا تقدروا نعتبرها من بعض الاخطاء اللي كيف قلتي السي مصطفى كيمياء، خصوصا ديال رضوان جديد اللي كنتكلموا على هذا الحكم عنده تجربه على المستوى المحلي الافريقي وايضا الدولي. ولكن هذه اللقطه اللي شفناها دابا في الصوره سي مصطفى، واش كتستحق البطاقه الصفراء فقط في نظركم او لا البطاقه الحمراء مباشره؟ كنظن كتستحق البطاقه الحمراء. علاش؟ لان في مربع العمليات، والعمليه ماشي في مربع العمليات مثلا في شي جهه ماشي ما غتاثرش على اللاعب خابا اللي كان جاي عند الكره.
كان في وضعيه ديال كما كنقولوا يدير لاغوريز باش يقدر مباشره للمرمى. اذا هنايا كانت مثلا كما كنقولوا ديفياسيون ديال 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 الكره اللي كانت غادا مثلا عنده الراس، كان يقدر غادي يكون كما كنقولوا ضربه اللي هي مباشره واللي هي قصيره اللي تقدر تسجل هذا. اذا هنايا كان خص تكون بطاقه اللي هي ترجع لتقدير الحكم، بس انا بقول لك هي في دوريات ثانيه ممكن تحسب طرد، اما في حالات يعني ديت ما تجيش جنبها طرد. يعني في حاله موجوده للخط الوسط الوداد اللي هو المترجي. لا هي جبران، هي جبران. لا مش يحيى جبران، لاعب وسط يحيى جبران اللي هو الجعد. دي طرد، يعني تدخل عنيف على يعني ديت لو الفار نده لرضوان المفروض طرد، ولكن الفار يعني مع احترامي ليه كان نايم، ورضوان كان نايم هو روحه يعني بصراحه يعني. للاسف مثلا كاين هناك عدد من اللقطات اللي شاهدناها في المباراه، ولكن للاسف وصلنا فقط لبعض منها. اللقطه الثانيه اللي غنشاهدوها جميع مشاهدينا الكرام من نفس اللقاء، لقاء فريق الوداد الرياضي البيضاوي، ديال المطالبه ربما المسكب هنا بعد المجهود الفردي الكبير ديال لاعب فريق الرجاء البيضاوي. واش كانت هناك ضربه جزاء لصالح فريق الرجاء او لا سي مصطفى؟ انا اللقطه غادي تعاود لان المهاجم ديال فريق الرجاء البيضاوي يعني قام بمجهود فردي رائع. هنا كنشوفوا هذه هي اللقطه. نعم غير لاعب متحرك هنا فور تسديد الكره، ربما في اعتقاده ان الكره لمست احد الايدي ديال مدرب فريق اللي هو جلال جيد على ما اظن. فرحان او لا فرحان. نعم. هنا اللقطه واضحه سي مصطفى. واش كاين هناك لمسه؟ لا هنا كاين سميتو اليد الذراع ديالنا، فهي كما كنقولوا اللي جاب لاصقه على هي. انت كتكون حيت دابا راه كاين بزاف ديال الناس ما عارفينش انت كيكون كما كنقولوا ارادي ولا ارادي، فولونتير ولا انفولونتير. راه فولونتير راه ماشي مساحه الكره. الحكم ما بيدخلش في النيه ديال اللاعب واش ارادي ولا ماشي ارادي. اراديا هي اللي كيكون الذراع مفتوح بعيده. اما هنايا فهو المكان ديالو العادي، فهو ثاني كما كنقولوا هي الجسم. اذا كان زد فهو انفولونتير مخضر، اذا كان سميتو فهي كاينه عرقله في واحد المساحه اللي هي خارجه على الجسم. هادشي علاش كتحسب اذا كان الذراع مفتوح كتحسب بانه فولونتير لانه ارادي. اذا كان الذراع مثلا راسك على الجسم فهو كيتحسب انفولونتير. صحيح. مجموعه من الاخطاء كيف قال سي مصطفى واللي كيأكدوها عدد كبير من الجماهير الرجاويه لهذا الرجل. اللي كنا كنتكلموا السي محمد عزيز عبد العظيم على رضوان جيد كحكم دولي بتجربته اكيد اسمه فقط كيحكي على هذا الرجل، ولكن ما قدمه رضوان جيد في نظركم واش كان مقنع بالنسبه لكم انتم كحكم المباراه اللي ليست كباقي المباريات والمباراه ديال الرجاء؟ لا انت لو هتسالني تديله درجه قد ايه هديله 5 من 10 يعني انا بامانه هو سفرته كتيره في الملعب، يعني ما اداش فرصه للاعب يلعب، يعني يكون فيه فرص كتيره. قربه العمليات الخطا من زوايا بياخد زوايا مش كامله. كمان الفار اصلا يعني الحكم الفار ما ساعدهوش. او انا عاوز اسال المباراه زي ديت ديربي منقوله بكام كاميرا عشان ادي الصوره صح. يعني الكره اللي احنا اللي فيها جدال قبل كده لو في كاميرا خلفيه هتجيب لك الزاويه ممدوده ولا هي مش ممدوده. يعني في حاجات في التقنيه الفنيه ناقصه. كيف ما شاهدتم معنا الاصدقاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. فيديو اكيد انه يكون الاعجاب ديالكم، ونتمنى الاصدقاء انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاصدقاء انكم تخلوا لنا الاراء ديالكم الفيديو في التعليقات. ما تنساوش الاصدقاء انكم تخلوا لنا كذلك اللايكات ديالكم للفيديو. ما تنساوش الاصدقاء انه الا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه لاشين مع الاصدقاء، تبارطاجيوه تبارطاجيوه لاشين مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتهتم بالشأن الرياضي والسياسي اللي كيتعلق بالمغرب. الاصدقاء ما ننساش ايضا انني نقول لكم
فعلوا زر الجرس من اجل انه يوصلكم كل المستجدات اللي كتعلق بالاخبار ديال المغرب، لا على المستوى الرياضي ولا على المستوى السياسي. فتهلاو في راسكم، اضرب لكم موعدا اخر في فيديو اخر بموضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.